في حلقة النهاردة هنتكلم عن فرقة مصرية من أقوى فرق الحراسة ومكافحة الإرهاب في العالم، والفرقة دي بتمثل جهاز المخابرات العامة المصرية واسمها GIS، ومعظم عمليات الفرقة GIS بتكون سرية، والفرقة مصنفة إنها من أفضل 10 مخابرات ضاربة في العالم. هنتعرف النهاردة على أبرز عملياتهم وطبيعة عملهم وشروط الالتحاق بقى كمان، بس بعد الفاصل. فرقة GIS بتختص بالاساس بمكافحه الارهاب والتدخل السريع، وهم عناصر من القوات المسلحه والشرطه المصريه اللي بيتم اختيارهم على اعلى مستوى. فزي ما في قوات النخبه في الجيش المصري زي الوحده 3 تسعات والوحده 3 سبعات والصاعقه والمظلات والضفادع البشريه، فغاز المخابرات العامه بيختار من الوحدات دي افضلهم وبيتم الحاقهم بقوه الجهاز، وما بيتمش استخدام GIS الا في العمليات الكبيره، فمهمتها بتكون مكافحه الارهاب وتكثيف منابعه وتامين وحمايه كبار الشخصيات، وده زي ما شفناهم في تامين اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامه في قلب قطاع غزه، وكمان القبض على الارهابيين قاموا بجرائم ارهابيه وبتعمل عمليات استطلاع وبعثات سريه بتخص الامن المصري. عناصر GIS بتعتبر اهم فرق النخبه في مصالح الامن، ودايما بتكون على هبه الاستعداد لضرب الارهابيين ومن حمايه المنشات الوطنيه، ومن ضمن مهامهم خطف وتحرير الرهائن. يعني لو في عملاء مصريين مخطوفين في اي حته في العالم بيتم ارسال القوات دي لتحريرهم، وبتكون عمليات على اعلى مستوى. ولو في جواسيس او ارهابيين مطلوبين بيتم ارسال القوات دي لاختطافهم حتى لو في قلب المعسكرات. وكمان من ضمن مهامهم تنفيذ عمليات انتقاميه. طب ايه هي ابرز عمليات القوات دي؟ القوات اللي زي دي بتنفذ عمليات داخل وخارج مصر، لكن معظم العمليات دي غير مسموح بالاعلان عنها. لكن ابرز العمليات دي هي تحرير عملاء مصريين من داخل دول كبيره زي اسرائيل واوروبا وافريقيا. فالقوات دي نفذت عمليات في الخارج وجابت عناصر ارهابيه وجواسيس، وكان ابرز العمليات ديت هي عمليه في العراق لما تم اختطاف احد امراء تنظيم القاعده في الموقع، ودول كان بيتم حمايتهم من المخابرات الامريكيه داخل قاعده عسكريه في العراق، فالقوات دي قدرت تاخده وترجع بيه على مصر. وكمان قوات GIS عملت عمليه خطيره في ليبيا بالتعاون مع عناصر الجيش الوطني الليبي، قاموا خاطفين هشام عشماوي وجماعه معاه وجابتهم على مصر. وكمان قوات المخابرات العامه نجحت في تامين عمليات تبادل العملاء والجواسيس بين مصر واسرائيل ودول ثانيه. وطبعا العمليات دي بتكون خطيره جدا لانها بتكون في اماكن معزوله، خصوصا ان بيكون في محاولات لاحباط عمليات التبادل اللي من النوع ده وخطف العناصر بدون ما يتم التبديل. لكن قوات GIS نجحت في كل العمليات دي بالرغم ان كان في محاولات لاحباطها. قوات GIS نجحت انها تحمي كبار الشخصيات الهامه في مناسبات مختلفه داخل وخارج مصر، خصوصا ان كان في محاولات لاغتيال الشخصيات الهامه، لكن القوات نجحت انها تامنهم. وشروط الالتحاق بقوات GIS هي ان يكون المتقدمون ذكور، وطبعا ما بيتمش قبولهم الا بعد اختبارات شديده القسوه، وبيخضعوا بعدها لفتره تدريبات رياضيه وقتاليه ولوجستيه كمان عشان يكون عندهم القدره انهم يعملوا عمليات خطيره. ومن الشروط اللي بتتوفر في عناصر GIS انهم بيتعلموا لغه اجنبيه زي الانجليزيه او الفرنسيه او العبريه. ومن ضمن تدريبات قوات GIS بتكون على تقنيات التجسس وصناعه المتفجرات وانقاذ الرهائن والاشتباك مع الارهابيين وتامين شخصيات مهمه، وبيتدربوا كمان على اقوى اسلحه في العالم، وده اللي بيمكنهم انهم يراقبوا العناصر الارهابيه علشان يقبضوا عليهم قبل ما يقوموا باي عمليه خطيره. لا وكمان بيوجهوا لهم ضربات استباقيه. فقوات GIS جزء من جهاز المخابرات العامه المصريه، وهي بتاخد اوامرها من رئيس الجمهوريه او رئيس جهاز المخابرات العامه. وتاسست القوات دي بالتزامن مع تاسيس جهاز المخابرات العامه على يد الرئيس المصري جمال عبد الناصر. ومع تطور جهاز المخابرات العامه المصريه كان النصيب الاكبر بتطور قوات النخبه GIS اللي تم تصنيفهم من افضل 10 قوات مخابراتيه ضاربه في العالم. فكلمه GIS اختصارها General Intelligence Service، ومعناها هو جهاز المخابرات العامه. وجهاز المخابرات العامه تم انشاؤه سنه 1954. وجهاز المخابرات العامه مختلف على عكس ما بيعتقدوا انه جهاز امن بيزرع عملاء ليه او بيقبض على جواسيس، لان جهاز المخابرات فيه اكتر من قسم. ففي قسم مسؤول عن مكافحه التجسس والارهاب، وقسم تاني مسؤول عن جمع المعلومات، وقسم كمان مسؤول عن التكنولوجيا والاتصالات، واقسام تانية كتير. فجهاز المخابرات العامه وظيفته الرئيسيه هي جمع المعلومات الكافيه لرئيس الجمهوريه علشان يقدر ياخد قرار مبني على معلومات مؤكده. وكمان جهاز المخابرات العامه من ضمن مهامه انه يجمع معلومات عسكريه عن الدول المستهدفه علشان يعرف طبعا تسليح الجيوش وصفقات السلاح السريه واماكن القواعد وتسليح القوات. وجهاز المخابرات العامه المصريه بيعمل الموضوع ده على الدول الكبيره والصغيره، وده طبعا مش معناه ان مصر عاوزه تضر الدول دي، لكن كل ده عشان مصر تجمع معلومات تفيدها في اتخاذ اي قرار سياسي او اقتصادي او عسكري. يعني هدف جهاز المخابرات هو جمع المعلومات
وكمان جهاز المخابرات عنده قسم اسمه مكافحه التجسس والارهاب، والقسم ده بيقوم بمراقبه جميع العناصر الارهابيه اللي بتدخل مصر، وبيتم مراقبه العناصر الارهابيه المثيره للشك، وبيتم كمان مراقبه المواقع اللي بتستخدمها اجهزه المخابرات في تجنيد الشباب. وده طبعا علشان بيكون في دول خارجيه بتحاول تجند عناصر من داخل مصر لخدمتهم، وبيتم تجنيدهم لاجهزه المخابرات المعاديه دي. وطبعا كل العمليات دي لازم يكون ليها قوه بتحميها، ومن هنا تم انشاء قوات النخبه المصريه الخاصه GIS. كده اكون خلصت، واتمنى ان اكون شرحت لحضرتك شرح مبسط، ويا رب انصر مصر. سلام عليكم.